دايما كده لما بكون مستعجله وعايزه اعمل اكله حلوه ما بلاقيش غيرها. هنجيب الكبه بتاعتنا نحط فيها رغيفين فينو وبصلايه وفلفل الوان وحوالي 4 5 فصوص من الثوم، هنفرمهم مع بعض كويس جدا، وهنضيف عليهم صدر فرخه ونرجع نفرم الكلام ده كله مع بعضه كويس. هنضيف عليهم بقى كيس من خلطه البرجر وده بينقل الطعم في حته تانية. هنبهر بملح وفلفل اسود وبابريكا ومعلقه من بهارات الفراخ، وهنحط عليها شويه بقدونس، وهنقلب الكلام ده كله مع بعض، وكده خلاص بقت جاهزه عندنا وينفع تشكلوها اي شكل انتوا عايزينه. وطبعا بقى بما اننا مستعجلين هنجيب الطاسه بتاعتنا ونحط فيها معلقه زيت ومعلقه سمنه بلدي، ونزلت بقى في قلب الطاسه بتلات ارباع كميه الفراخ بتاعتي لان الطاسه هتكون صغيره على كل الكميه دي. سويت بقى الشكل بتاعها كده بايدي، وبعدين جبت السكينه وعملت خطوط بالطول وخطوط بالعرض وقطعتها كلها لمكعبات صغيره. هنرفعها بقى في الاول على نار عاليه، وبعد كده خلوا النار متوسطه، واول لما تلاقوا الفراخ اللون بتاعها بدا يغير كده ارجعوا عيدوا على نفس التقطيع اللي انتوا قطعتوها علشان لما تيجوا تقلبوها تتقلب معاكم بسهوله لحد ما تاخد معانا لون حلو كده من الناحيتين. هنخرجهم بقى كده على طبق، وفي نفس الطاسه بتاعتنا هنحط معلقه زيت او معلقه سمنه براحتكم. هننزل بقى ببصله متقطعه قطع صغيره، واول لما تدبل هنضيف عليها شويه خضار، طماطميه متقطعه قطع صغيره وشويه فلفل الوان. هنضيف عليهم نص كوبايه من الكاتشب ونص كوبايه من صوص الباربيكيو وملح وفلفل اسود. وهنرجع بقى نرجع الفراخ بتاعتنا في قلب الطاسه ونديلها تقليبه حلوه، وهنهدي النار ونغطي ونسيبهم مع بعض بالظبط 5 دقايق. في الاخر كده هنحط عليهم شويه بقدونس، وكده خلاص الطاسه بتاعتنا بقت جاهزه. اظن يا جماعه مفيش اسهل ولا اسرع من كده. اعملوا جنبها بقى شويه مكرونه، شويه رز بسمتي، عيش، وشويه سلطه طحينه، بجد خطيره، جربوها هتعجبكم جدا.